لو بتغير اللون الأسود بالهيو ساتوريشن وبتطلع معاك الألوان باهتة، للأسف المشكلة في تنفيذك مش أحسن حاجة. وعشان تطلع بنتيجة احترافية زي دي في خطوتين بس، كل حاجة وليها تركات، وعشان تعرفها كمل الفيديو معايا. أول حاجة هتجيب أداة الأوبجكت تول عشان تحدد اللون الأسود بالشكل ده. بعد كده هتيجي هنا وتدوس كنترول جي مرتين، وتيجي على أول واحدة وتدوس هنا وتختار سوليد كولر، وبعدين تختار اللون اللي انت عايزه. انا مثلا هختار اللون ده. بعد كده ادوس اوكي. بعد كده ادوس الت هنا عند السهم ده واضغط ضغطه عشان اعمل له كليبنج ماسك. بعدين ادوس هنا عشان اخلي المود بتاعه على لايتنج. بعد كده هطلع فوق هنا واخلي المود بتاعه على مالتي بلاي. بعد كده هدوس كنترول ال واجي عند السلايدر ده واحركه شويه كده. بعد كده ادوس اوكي. وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عايز تغير اللون في اي وقت هتضغط هنا مرتين وتغير اللون براحتك وتشوف المناسب ليك ايه وتعمله. كده قبل كده بعد. ولو عجبك الفيديو سيب رأيك في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل فولو لايك وشير، واستنى الجديد.